تعالوا يا حبايبي واسمعوا الحدوتة دي. كان يا مكان، كان في 3 أولاد حلوين، نور وأحمد وفرح. كانوا بيلعبوا في الجنينة. تيتا ندهت عليهم وهم بيلعبوا. النهاردة هنعمل حاجة حلوة مع بعض. جبتلكوا بذور عشان نزرعها سوا. فرح أخدت من جده كيس البذور اللي في السلة، مسكت الجاروف وبدأت تحفر في الأرض. أما أحمد فمسك رشاش المية عشان هو اللي هيسقي الزرع. فرح حطت البذور في الأرض ونور ردمت عليهم بالتراب. أما أحمد قعد يسقي الزرع بالمية. قرب جده منهم وقال: عارفين يا ولاد، الزراعة دي شبه أي حلم، لو اهتمينا بيه سوا هيكبر. ومرت أيام قليلة ووقفوا قدام الزرع مبهورين. فراولة وورد منور ونعناع ريحته مالية المكان. كانوا فرحانين. الله، الزرع طلع حلو قوي. انا ما كنتش متخيل ان التعب اللي احنا تعبناه نتيجته هتطلع حلوه قوي كده. علشان الزرع بأيادي بتحب بعض. وبصوا لبعض وفهموا إن التعاون مش بس بيخلي الشغل أسهل، ده كمان بيخلي الفرحة أكبر.